بسم الله الرحمن الرحيم، اخباركم ايه؟ كنت حابب اتكلم معاكم في الفيديو ده على حاجه كده كان اتكلم فيها الدكتور اشرف صبحي من كام يوم، وحابب اوجه ليه سؤال من خلال الفيديو ده. كان دكتور اشرف صبحي من كام يوم طلع قال في لقاء ان ارض الزمالك هترجع بمجرد انتهاء التحقيقات الخاصه بارض نادي الزمالك، وان الموضوع دلوقتي كله في ايد النيابه. فانا كنت حابب اقول للدكتور اشرف صبحي، هل لو حد صحي الصبح بكره قدم بلاغات ضد اراضي النادي الاهلي، هل هيتم سحب الارض من النادي الاهلي لغايه ما يتم البت في اتحادات النيابه، ولا ده اجراء مش سليم؟ لان طبعا ازاي مجرد ما حد يقدم بلاغ في ارض نادي يروح يتم سحب الارض لغايه ما الاتحاد تخلص؟ فطبعا انا مستغرب جدا جدا من رد الدكتور اشرف صبحي بخصوص هذه الموضوع، ومش عارف ليه لغايه دلوقتي في ترصد بخصوص ارض نادي الزمالك وبخصوص نادي الزمالك، وان الارض ما ترجعش لغايه ما الامور توصل لاسوأ اكتر ما دلوقتي بقت سيئه. فاحنا بنناشد المسؤول عن موضوع ارض الزمالك، ليه الارض مش عايزه ترجع لنادي الزمالك دلوقتي؟ وما ينفعش نقول الارض مش هترجع غير ما الاتحادات تخلص، لان لو الدنيا بقى الاتحاد خلصت وطلع ما فيش ادانه لاي حد، طب يبقى الضرر اللي وقع على نادي الزمالك ده مين اللي هيشيله؟ نفس اللي حصل برضه في نادي الزمالك قبل كده، لما شالوا مجلس اداره الزمالك ورجعوه بعد سنه، وكانت النتيجه ان مجلس الاداره ما فيش اي غلط او اي عوار قانوني عليه خالص، والمجلس هيكمل مدته. كان الزمالك هو اللي اتحمل الفتره دي ساعتها، واللعيبه مشت من الزمالك، امثال فرجاني ساسي ومصطفى محمد وطارق حامد. فدلوقتي مين اللي هيتحمل الضرر اللي واقع على نادي الزمالك حاليا لو جت النيابه قالت مفيش اي ادانه لاي حد والارض تعود لنادي الزمالك؟ فده سؤال بساله للدكتور اشرف صبحي، هل لو حد صحي الصبح قدم بلاغ ضد اراضي النادي الاهلي، هل هيكون القرار سحب اراضي النادي الاهلي من النادي الاهلي لغايه ما يتم الرد في التحقيقات النيابيه دي، ولا لا؟ يا ريت يكون في رد، ويا ريت الناس تعرف ان الارض بتاعت نادي الزمالك دي، ان نادي الزمالك دلوقتي حاليا بيمر باصعب فتره يمر بيها في مسيرته كلها، وفتره بتهدد المسيره بتاعت نادي الزمالك انها تستمر وانها تكمل. فيا ريت يتم عوده ارض نادي الزمالك بشكل اسرع من كده، ويا ريت حتى لو في اجراءات شغاله والنيابه شغاله في التحقيقات يتم عوده الارض، ويخلي الناس المسؤوله عن الارض دي ناس يكونوها من مجلس، مثلا مجلس حكماء لنادي الزمالك، ويكونوا هم المسؤولين على تسهيلات والامور بتاعه الارض لغايه ما الاجراءات تخلص. وبعد كده لو في ادانه لحد من مجلس الاداره يتم محاكمته، لو ما فيش ادانه خلاص المجلس الاداره هو اللي يكمل الامور مع الارض بعد كده، لكن ما يتعاقبش نادي الزمالك بالكامل في موضوع زي ده، وتسيب نادي الزمالك يسوق اكتر ما هو سيء، وبعد كده تروح مرجع الارض يكون الامور خلاص ما لهاش اي حل. فيا ريت دكتور اشرف صبحي يرد علينا في الموضوع ده، ويا ريت يتم عوده ارض نادي الزمالك في اسرع وقت لانقاذ نادي الزمالك من المشاكل اللي بيمر بيها حاليا.